مودرن سبورت والزمالك. النهارده ان شاء الله نشوف الماتش اللي هيحصل فيه. غيابات كتيره في الزمالك، والزمالك محتاج المكسب بعد تعثر الاهلي امبارح قدام فاركو، وربنا ييسر بقى الدنيا نشوف ايه اللي هيحصل. كمان مشاكل الحكام اللي موجوده كل اسبوع ومشاكل كبيره جدا، فربنا يسهل ان شاء الله ما يبقاش فيه اي مشاكل. قبل بدايه المباراه كده جماهير نادي الزمالك فضلت تندى على كابتن عبد الحليم علي اسطوره نادي الزمالك طبعا ومدير الكره في نادي مودرن سبورت، اللي على طول برضو راح يحيي الجماهير كلها، والمنظر كان جميل جدا فعلا. قبل بدايه المباراه خلت الكابتن عبد الحليم علي يبكي من شده استقبال الجمهور الزمالك ليه، وهسيب لكم بقى الهتافات كلها في اخر الفيديو ان شاء الله. جماهير نادي الزمالك كانت قلقانه قبل المباراه خصوصا بسبب عدم ثبات مستوى الاداء للفريق، كمان غيابات اللي موجوده في الفريق. كمان جمهور الزمالك متعود على دايما من فريق نادي الزمالك ان لما بيحصل تعثر للمنافسين نادي الزمالك ما بيستغلش الفرصه ابدا وبيتعثر هو كمان، وبالفعل هو ده اللي حصل. محمد عاطف بقى بيبدا اللقاء النهارده كده كاول مره منذ انتقاله لنادي الزمالك، ويبدو ان هو خد ثقه مستر جروس بعد لقاء انيمبا. زيزو بيستمر في مركز رقم 10 بعد غياب عبد الله السعيد، ولكن اداء الفريق تحس ان هو كده باهت فنيا، في حاجه غلط، الخطوط كلها بعيده عن بعض، ما فيش اي حاجه نقدر نتكلم عنها. بعد تقريبا 7 دقائق كده حصل صدام ما بين دونجا ولاعب مودرن سبورت في منطقه الجزاء، حصل جدل على اللقطه دي كتير، والفار طبعا ما حسبهاش، ودي اللقطه دي فضلت معلقه مع دونجا حتى ان هو في اخر الشوط الاول يعني بعد 35 دقيقه تقريبا راح للحكم الرابع وبيساله على اللقطه، بيقول له انتوا راجعتوا فعلا اللقطه ولا لا، حتى ان هو بعد الشوط الثاني بعد الهدف بيتكلم فيها مع الحكم. تقريبا ده يعتبر اقل ماتش لنادي الزمالك فنيا، الخطوط كلها بعيده عن بعض، اللعيبه كمان مش مركزه، وخصوصا زيزو اللي واضح ان هو متاثر بحكايه تجديد العقد. حتى كمان برضو فريق مودرن سبورت كان بيعتمد على الكره الطويله الساقطه لاحمد عاطف ويعتمدوا على سرعته، والكره دي اتلعبت مرتين، اول مره طلعت فوق العارضه وتاني مره قدر عواد ان هو يصدها من احمد عاطف وكانت خطيره فعلا جدا. اللعب يعني كده فضل عشوائي متبادل ما بين الفريقين، بيعتمدوا على الكرات الطويله في قلب الدفاع اللي ما قدرش لا هنا ولا هنا حد يستفاد منهم، فبينزل احمد فتوح في نص الملعب علشان يقدر ان هو يطلع الفريق، لكن برضو عدم التركيز كان واضح جدا على كل اللعيبه، وده اللي خلى بقى في بدايه الشوط الثاني مستر جروسي يطلب من المساعد بتاعه ان هو يجهز كل اللاعبين علشان يعمل التغييرات بدري، ودي كانت حاجه جديده جدا على مستر جروسي اللي متعودين ان هو بيعمل التغييرات متاخر، ولكن فعلا عشان كان اداء الفريق فعلا باهت جدا فنيا. وبالفعل بقى مستر جروسي بيدي تعليمات لبنتايج والناصر منسي والمحمد السيد، وخصوصا بقى محمد السيد اللي فضل يشرح له هيعمل ايه في نص الملعب على امل تغيير اداء الفريق. بيخرج بقى شلبي والجزيري ومحمد عاطف، وبالفعل بقى مع نزول بنتاج كده في اول 5 دقائق في الناحيه الشمال بيعمل حيويه وبيخترق وبيقع في منطقه الجزاء، ولكن الحكم ما بيحسبش حاجه، فبيطلب شيكابالا مراجعه الفار اللي بياكد فعلا ان هي ما فيهاش حاجه. وبالفعل يعني بنتاج كده عمل شغل في اول 5 دقائق، وناصر منسي برده كان بيحاول يخطف واحده، وفضلوا بقى الفريقين يلعبوا في نص الملعب بدون اي خطوره هجوميه على المرميين، وده اللي خلى بقى جروس يستدعي شيكابالا على امل ان هو يلعب تمرينه من تمريراته. وانا بقى كنت شايف ان هو ينزل حسام اشرف يعني احسن من تبديله شيكابالا. وبعد كده بقى في لحظه سرحان يعني من فريق نادي الزمالك احمد عاطف بيلعب بينيه لجوناثان اللي بيحط الهدف في المباراه الوحيد، وبتنقلب بقى المباراه لحاجه تانية خالص. بعد الهدف بقى اعتراضات كبيره جدا من دونجا، خصوصا بعد لقطته اللي كانت حصلت في الشوط الاول اللي فضل فاكرها، وده طبعا خلى الحكم يديله انذار. يعني بعد كده بتحصل بقى لقطه جميله من دكتور محمد اسامه، سقوط صعب جدا للاعب نادي مودرن، دكتور محمد اسامه بينزل هو يطمئن على اللاعب قبل ما يجي الجهاز الطبي لفريق مودرن، وده اللي بيخلي بقى الجنش يشكره ويحضنه يعني على اللقطه الجميله ديت منه. بعد الهدف طبعا الوضع بقى سخن جدا في المدرجات، جماهير الثالثه يمين بقت توجه الهتافات لمجلس اداره نادي الزمالك، كمان الجماهير اللي كانت حاضره في المقصوره الرئيسيه بدات تهاجم وتتخانق مع مجلس الاداره اللي كانوا حاضرين.